نختار نيوزيلندا لانه ما نجموش ما نفرحوش لاشقائنا في المغرب. المغرب تفوز البارح بكاس العالم تحت 20 عام بعد فوزها على الارجنتين 2-0. الارجنتين اكثر منتخب فايز ببطوله العالم فتحي في الفئه العمريه والسنيه هذه. نحكيو على منتخب مغربي فاز على فرنسا، فاز على البرازيل، فاز على الارجنتين. نحكيو على منتخب مغربي فيه لاعبين اليوم القيمه التسويقيه نتاعو في العمر هذا تقريبا تتجاوز 1.3 مليون اورو. 1.3 مليون اورو هذا نحكيو قبل الدوره. راهو اليوم الفالور مارشاند نتاعهم الكل باش تزيد بعد الدوره. القيمه التسويقيه للفريق الكل تقريبا في 9 مليون اورو، متوسط 500 الف اورو كل لاعب. لاعبين جلهم في البطولات الاوروبيه، فما لفرنسا، موناكو، مارسي، فما لسويسرا، بلجيكا، في اندرلخت، في اسبانيا، في واتفورد، في انجلترا وغيره من البطولات الاوروبيه الكبرى، الى جانب 5 أو 6 لاعبين من البطوله المحليه. المغرب يؤكد اليوم فتحي فما خدمه، فما اللي يحكي على التكوين، فما اللي يحكي على ناس قاعده تخدم في البطولات وعيون لا تنام مغربيه. كل تالو مغربي في شويه ضوء بلغتنا احنا من 12 13 14 يتفك باش يبدا حاضر لتعزيز صفوف المنتخب. وهذه زاده خدمه فتحي قداش ملاعب اذا علينا احنا في تونس. النتيجه اليوم المغرب بطل العالم اقل من 20 سنه. كلمه مفتوحه والله، من أسود الأطلس إلى أسود إفريقيا، والبارح في الليل أسود العالم. هو من عام 2022 من كأس العالم الأخيرة المغرب الحقيقة هي ملك إفريقيا. هي عام 22 وقت اللي وصلت الدور النصف النهائي قلنا ضربة حظ، نجم تكون ضربة حظ. قلنا ما شافوهاش، ما عاشوهاش، ما راوهاش كيفاش جاية، ولكن ظهروا أنه المغرب قاعدة تخدم خدمة كبيرة ياسر. راهو مش سهل وبرا تجيبهم من برا، هذم وليدات صغار. معناها شوف، المغرب خطفتهم لفرنسا، خطفتهم لبلجيكا، خطفتهم لانجلترا، خطفتهم. واحنا وقت اللي عندنا كعبة شوف بالريق الناشف باش ينجموا نجيبوه باش يقبل وانه يلعب مع الفريق التونسي. معناها المغرب قاعد تعطينا درس ورا درس، ناس تخدم على رواحها. حتى كي يجيو المدربين الكل من عام 2020 الصغيرات الكل مدربين مغاربة. من عام 2020 نفس التكوين في نفس المركز، الكل اللاعبين متاع الفرق الوطنية المغربية عندهم استمرارية، عندهم رئيس جامعة الحقيقة احنا يخوفنا برشا. رئيس الجامعة المغربية اللي هو في الكاف معناها سي فوزي لقجع، معناها إنسان مسيطر تقريبا، يقول هو رئيس الكاف، لكن إنسان يخدم مليح، إنسان يحضر، إنسان حط كل الإمكانيات. وللأمانة نقولها راف، للأمانة المغرب كدولة حطت كل شيء في الكورة، حطت كل شيء في كرة القدم، لأن كرة القدم جابت لها تنظيم كؤوس أفريقيا، جابت لها تنظيم كأس العالم، جابت لها يوريك أنه الكرة تنجم تكون وسيلة متاع استثمار، الكرة وسيلة متاع السياحة، تجيب لك السواح. المغرب نظم كأس العالم للأندية، المغرب عمل كل شيء. المغرب اليوم في كرة القدم مرجع، ومرجع ماهوش عربي وافريقي هرب بينا الناس الكل حقيقة كعرب وكافارقة، مرجع في العالم. تتقرر المغرب في العالم كيفاش السياسة اللي متاع كرة القدم عندهم فعلا وصلت، وأنه ولات اقتصادية من عمالقة اللعبة، من عمالقة اللعبة في العالم. لا وكيفاش اللوكوموتيف ولات وكأنه كرة القدم قاطرة للاقتصاد المغربي، قاطرة للاقتصاد المغربي. وهذا بطبيعة الحال التتويج متاع البارح مع شكون؟ مع الأرجنتين اللي هز كأس العالم هذه 6 مرات. الأرجنتين اللي ما يلعبوا حتى حد. البارح المقابلة وفات بعد 29 دقيقة 2 أهداف يتقراو، 2 أهداف روعة. المغرب فعلا نجم نقول انه اليوم ملك العالم عن جدارة، ملك العالم عن جدارة. مبروك لاخواتنا المغاربة، نتصوروا الفرحة اللي عايشينها. كان احنا امبارح منتخبنا وصل النهائي وهز، معناها كانت تكون فرحة هستيرية. دونك نتصوروا اليوم الفرحة اللي قاموا عليها الأشقاء في المغرب. مبروك لكل المغاربة في العالم هذا التتويج. من حقنا نفرحوا لهم، ومن حقنا زيادة نغيروا. ناصر بعدت برشا علينا المغرب اليوم يسيطر على القارة، يسيطر على العالم. نصف نهائي كأس عالم، اليوفا فايزين بكأس العالم. علاش ضيعنا برشا وقت ناس؟ والله بالنسبة لي أنا رفيق اللي نحكيو عليه في كرة القدم اليوم، كرة تتطلب تخطيط إمكانيات. وقت اللي تتحط الإمكانيات وتتحط الظروف وتوجد تخطيط
تنجم توصل الاهداف نتاعك، على خاطر ما فما حتى شيء يجي من باب الصدفه. اليوم المغاربه ظل عندهم سنوات منذ معناتها تجد السونتر نتاع محمد السادس، معناتها فما خدمه كبيره صارت، كانت فما تمشي واضح بالنسبه للمغاربه، عملوا على الصغار نتاعهم انهم اليوم جل ملاعبيه الشبان نتاعهم اللي ينشطوا في البطولات ولا مولودين بجنسيه مزدوجه ما بين المغربيه وجنسيه اخرى تم استقطابهم. اليوم المنتخب المغربي قاعد يجني في ثمار المجهودات الكبيره والعمل المتواصل، وزاد كيف السلطه اللي وصلت في وقت من الاوقات، السلطه الرياضيه نحكي انا فوزي معناتها لا شقع بالنسبه لي انا المستوى اللي وصل له، ولا عنده هيمنه كبيره سواء في الفيفا سواء في الكاف. هذوما كلهم اليات يخليوا الفرق المغربيه العلاقات والكواليس ناصر تنجم تدز معك في ماتش، تدز معك في ما توصلكش العالميه، لكن تعطيك حاجه لكن تعطيك حاجه اخرى ان اليوم وقت اللي تكون قريب للفيفا تعطيك امكانيات باش تزيد تطور حتى البنيه التحتيه نتاعك. راهو زاد كيف الفيفا على خاطر عندها برامج رياضيه في تطوير الرياضه في افريقيا بصفه عامه، وقت تكون قريب تعطيك مجال وتعطيك امكانيات وتعطيك انفراستركتور، تعطيك امكان ناس باش تطور لك الافكار نتاعك، زاد يدخل بعين الاعتبار. اللاعبين يلعبوا في المغرب ولا خمسه، مشكله التكوين عند الكل. احنا ما قلناش هذا البرودوي نتاع التكوين، ولكن حتى تمشي ديتكتي لي تالون نتاعك، راهي هذيك خدمه معناها واستراتيجيه محطوطه سنوات باش تخلط تفك الجوارات الكل، ما تفكهم لكش هولندا، ما تفكهم لكش فرنسا، ما تفكهم لكش ما نعرفش انا اسبانيا، وتلقى عندك البيبينير هذه الكل فتحي باش تهز بها كاس العالم. مبروك على المغاربه، مبروك على اخوتنا. كلمه زياده، احسن ملاعب راهو هو مغربي عثمان معمع، طوله 1.82 متر من مواليد 2005، وتو مازال كي مشى لواتفورد. معناتها باش تفهم زاد المغرب زاد عملت استحقاق. كي تشوف اللاعب هذايا جناح ايمن، الارقام الكل تولد في مونبولييه، معناتها لعب في مونبولييه، وتوا الصحف الكل تحكي عليه بالايجابي. الراجل عمره 20 سنه، طوله 1.82 ورابيد وبيرتينون في الاطراح ودريبل وكل هذا جوارات ما عادش نراو منهم. وبربي كلمه عن الناصر اللي قال ما حضرناش شكون في الكاف. نحن في يوم من الايام كان عندنا طارق بوشماوي، وللاسف التوانسه كسرت طارق بوشماوي اللي كان باش يوصل المرحله خاطر عندها قيمه الكواليس. مع احترامنا بيان سور، وطارق بوشماوي ما يشك حتى حد في مكانه الرجل وفي قيمته التسييريه وكذا. مش وصول طارق بوشماوي هو اللي باش يعطيك ملعبيه على التيران. ما ندويش نحكيو في مشاكل غلطه، ينجم يدافع عليك باش ما يضربكش اربيتر باش كذا. اما هل عندك انت اليوم جوارات تجب تخلط بيوم فينال كوب دي موند؟ المنتخبات الشبان نتاعنا عندنا وين ما نعرفوهمش حتى وين ماشيين، شو قاعدين يعملوا، تلمو بعاد على النتائج الايجابيه. دونك المغرب اليوم ناخذوا منها العبره، ناخذوا منها الدرس. ديجا بور لا مونتاليتي، راك تنجم بمريولك انت بملاعبيه ولادك تقارع كبار اللعبه. معناها هذا اكدته المغرب في السنيور وفي الايفا. مبروك على الاخوه المغاربه، احنا ما نرشحوش حتى نهائيات كاس افريقيا، ما نرشحوش في الصغار حتى نهائيات ما تقوليش مسؤول في الكاف ومسؤول في الفيفا. اليوم كي تسمعوا المغرب قبل ما نخرج فاصل بربي وصلت للعالميه، ما نعرفش بعيده على الكوره، يعطيك حلم. عندك حلم نتاع عالميه حاتم تحب تمشي له، يخليك تامن تنجم. عندك حاجه تحب تمشي لها لشيل انترناسيونال، ولا لا مكتفي لهنا بحذانا راف ماك في اللاك البحيره مارش بسكليت، سهرين نهار الجمعه، سهرين نهار السبت، سهرين نهار الاحد.